السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 في البروجرامينج او في البرمجة بشكل عام، الا وهي الفانكشن. الفانكشن دي بتعني ان انت عندك مجموعة خطوات بينفذوا مهمة معينة. حضرتك بتيجي تجمع الخطوات دي كلها في مكان واحد وتدي لها اسم، ولما تحب تعمل الحاجة دي تستدعيها من الاسم ده. تاني، الفانكشن دي من اسمها هي مهمة او وظيفة. تمام. اللي بيحصل ان انت بيكون عندك عايز تعمل حاجه معينه. الحاجه المعينه دي علشان تعملها عندك مثلا 5 6 خطوات. تمام. فانت بدل ما انت هتكتب ال5 6 خطوات دول مره واثنين وثلاثه واربعه، على حسب انت هتستخدم الحاجه دي كم مره، فانت بتجمعهم ال5 6 خطوات دول في مكان، ولما تحب تجمعهم في مكان وتدي للمكان ده وتدي للحاجه دي، تدي لمجموعه الخطوات دول اسم، ولما حضرتك تحب ان انت تستخدم الحاجه دي تستخدمها عن طريق الايه، الاسم اللي انت مسميه لها، بدون ما انت تكتب الحاجه دي اكتر من مره. طيب، قول لنا مثال واقعي كده علشان نقدر نفهم الكلام اللي انت بتقوله. طيب، تخيل ان انت كشخص داخل الاي تي ام تسحب فلوس. سحب فلوس، مش ده عمليه؟ مش دي مهمه هتتنفذ، محتاج ان انت تنفذها؟ تقول لي ايوه. طيب، خلي بالك كلمه سحب فلوس دي مش مجرد كلمه عاديه، ده مجرد كلمه فيها وراها مجموعة خطوات هتحصل عشان المهمة دي تتنفذ. ازاي؟ يعني انت مثلا علشان تسحب فلوس انت محتاج اول حاجة تدخل الرقم السري. تاني حاجة تشيك هل مثلا الفيزا فيها فلوس ولا لا. بعد كده ان انت تدخل المبلغ اللي عايز تسحبه. بعد كده تشيك هل المبلغ اللي عايز تسحبه ده موجود في الحساب بتاعك ولا لا. وفي النهاية ان الفلوس تطلع لك من الدرج. اذا مجموعة الخطوات دول كلها بينفذوا مهمة واحدة، ألا وهي إن أنت بتسحب إيه؟ تسحب فلوس. يبقى أنا عندي تاني الفانكشن دي أنت بتعملها لما يكون عندك مجموعة خطوات، المجموعة الخطوات دول مع بعض بينفذوا مهمة معينة، زي مثلا عملية سحب الفلوس. هتسميها اسم معين، وليكن برضو اسم الفانكشن دي سحب مثلا فلوس. تمام. وحضرتك لما تيجي تسحب فلوس مش كل مرة هتعمل الخطوات دي، لا انت هتستدعي مين؟ الاسم اللي انت مسميه، اللي هو بالبرمجه بقى، ان انت هتستدعي الفانكشن اللي انت ايه، اللي انت عملتها. طيب، جميل. خلي بالك، احنا هنتكلم شويه نظري كده عشان نفهم الدنيا فيها ايه. احنا دلوقتي لما وقفنا قدام الاي تي ام احنا عايزين نعمل عمليه سحب فلوس. صح. صح، وقلنا ان سحب فلوس دي هتبقى فانكشن. جميل جميل. طيب، خلي بالك الفانكشن دي احيانا بتكون مستنيه منك حاجه وانت مستني منها حاجه. تاني، الفانكشن دي احيانا بتكون مستنيه منك حاجه، او انت مستني منها حاجه، او هي محتاجه منك وانت مستني منها. الثلاث حالات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت علشان تعمل عمليه سحب فلوس، الفانكشن دي اللي اسمها مثلا سحب فلوس مش محتاجه تعرف انت هتسحب كام. يبقى هي محتاجه منك ولا لا؟ جميل. طب بعد ما حضرتك حطيت لها اللي هو انت هتسحب وليكن مثلا 100 جنيه، مش حضرتك مستني منها الفلوس؟ ايوه. يبقى الفانكشن دي اما بتحتاج منك وانت بتحتاج منها، ممكن تحتاج منك بس انت ما تحتاجش منها، ممكن انت تحتاج منها بس هي ما تحتاجش منك، ممكن الثلاثه الاثنين مع بعض. وصلت؟
يبقى ده الفانكشن بكل بساطه خالص. بمثال بسيط كلنا اكيد اتعرضنا ورحنا الاي تي ام وسحبنا فلوس. جميل. طيب انا هعمل الفانكشن دي معاكم. طيب انا علشان اعمل الفانكشن دي يعني اعملها ازاي؟ طيب مبدئيا خلينا نروح بره مين؟ بره المين. شفت القوسين بتوع المين دول؟ ايوه خلينا نطلع براهم كده. طلعت براهم. طيب انت عايز مثلا الفانكشن بتاعتك دي تكون اسمها ايه؟ بتحدد الاسم اللي انت هتستخدمه فيما بعد. مثلا وليكن كلمة money او get money. تمام؟ money دي غلط صح؟ طيب دي اسم المين؟ اسم الفانكشن بتاعتي. وهحط الايه؟ القوسين دول. وهحط قوسين المجموعة دول. طيب انا حددت اسم الفانكشن بتاعتي اللي انا هاجي فيما بعد لما اجي استخدم او محتاج ان انا انفذ المهمة دي من خلال الاسم ده. حاجة عند المين كده واقول له انا عايز انفذ الايه؟ المهمة دي. يبقى ده الاسم اللي حضرتك هتقدر ان انت تستدعي فيه مين؟ الفانكشن دي. بس خلينا نشيل الوقت. طيب انا الوقت قلت لك انت محتاج تعرف او محتاج تسأل نفسك سؤال. هل الفانكشن دي محتاجة منك حاجة؟ في السؤال الاول. طيب السؤال الثاني، هل انت مستني من الفانكشن دي حاجة؟ طيب خلينا ناخد السؤال الاول اللي هو ان فعلا الفانكشن دي محتاجه مني حاجه، الا وهو مثلا اللي هو الكميه بتاعت الفلوس، او انت عايز فلوس قد ايه. طيب انا لما اعرف واتاكد ان الفانكشن دي محتاجه مني حاجه، باجي اديلها الحاجه دي فين؟ بين القوسين دول. بين القوسين دول. طيب هي محتاجه مني ايه؟ محتاجه مني ان انا اديلها القيمه اللي انا عايز اسحبها، الفلوس اللي انا عايز اسحبها. صح؟ طيب خلينا نشوف هنديها لها ازاي. هنقول له انت مثلا و اماونت مثلا اللي هي الكميه بتاعت الفلوس. طبعا الشكل ده مش غريب، ده متغير. ده ايه؟ متغير. يبقى الفانكشن بتاخد الحاجه اللي هي محتاجها في شكل ايه؟ متغيره. صح؟ صح. طيب انت جاوبت على اول سؤال، وان فعلا كانت الفانكشن دي محتاجه منك ان انت تدي لها قيمه. طب لو او حاجه، طب لو مش محتاجه خلاص انت بتشيل دي من هنا ولا ما تعملش حاجه هنا، بتسيبها زي ما هي. ولكن احنا عندنا الفانكشن دي محتاجه مننا ايه؟ الكميه او الفلوس اللي انت عايز تسحبها. طيب حضرتك خلصنا السؤال الاولاني. السؤال الثاني، هل حضرتك مستني منها حاجه؟ يعني هل حضرتك مستني منها حاجه؟ طيب انا دلوقتي حاليا انا مستني. مستني ايه؟ مستني الفلوس. طيب اعرفها ازاي او اقول لها ازاي او اقول لفانكشن دي انا مستنيه منك حاجه؟ باجي هنا ورا هنا الاول خالص احدد شكل الحاجه اللي انا مستنيها. شكل ايه؟ الحاجه. شكل القيمه اللي انا مستنيها. يبقى اذا طالما قلت شكل يبقى انا هحط هنا داتا تايب، سواء انت سواء دبل سواء سترينج سواء بوليان. يبقى انا هي مثلا نفترض ان انا هرجع مثلا ارقام صحيحه اللي هو او الفلوس تبقى صحيحه مثلا اللي هو انت. تمام. يبقى انا هنا دلوقتي سالت نفسي سؤالين وجاوبتهم على نفسي وايه، وبناء على الاجابه بتاعتي انا كتبت الكود بتاعي او هيئت الفانكشن بتاعتي على هذا، على السؤالين دول. هنكتفي النهارده بالكلام اللي احنا قلناه ده، وان شاء الله المره الجايه نكمل كلامنا عن
الفانكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.